chosen is the phone call that I got when I was in bed in Japan saying that Leo Messi was signing for Miami. Set the scene for me. Okay, so we'd been talking to Leo's father for a long time. How long? 5 years. No. 5 So years. even before the club had even existed. Me and my مالك إنتر ميامي ولاعب مانشستر يونايتد السابق أنه دخل في موجة بكاء عندما أعلن ليونيل ميسي موافقته بالانتقال إلى الفريق الأمريكي بعد مفاوضات استمرت 5 أعوام، وانضم بطل كأس العالم 2022 إلى إنتر ميامي في صيف 2023. وكشف بيكهام أن إقناع ليونيل ميسي لم يكن سهلاً، إذ أمضى 5 سنوات في إقناعه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي. وقال النجم الإنجليزي في بودكاست: كنا نتحدث إلى والد ليو لفترة طويلة لمدة 5 سنوات. قابلت والد ميسي أنا وشريكتي فيكتوريا في أحد الفنادق قبل 5 أعوام. عقدت اجتماعاً معه وقلت له: أعلم أن ميسي ليس مستعداً بعد، لكنني أريده أن يلعب معنا في المستقبل. وزاد: كنا نعلم أنه يجب أن نزيد من نسق المفاوضات. بعدما أعلن ميسي رحيله عن باريس سان جيرمان كنت في اليابان، ولم يتوقف هاتفي عن الرنين في الساعة 4 أو 5 صباحاً. وقالت لي فيكتوريا: أغلق الهاتف، يجب أن ننام. ثم أمسكت نظارتي وقرأت أن ميسي قرر القدوم إلى إنتر ميامي. وكشف بيكهام ردة فعله حينها: صرخت بطريقة مرعبة، جلست في السرير وبدأت أبكي. فقالت فيكتوريا: ما الذي يحدث؟ من مات؟ وأجبت: ليو قادم، إنه قادم إلى ميامي. social media, and then I spoke to my partner Jorge, and he said, "Can you believe it? Can you believe it?" And I said, "I can't. Let's just wait until he literally steps foot in Miami, and then I will believe it." I said, "Okay, Jorge, you and your wife Aleida have to go to the airport. Be there for the moment that he gets off that plane, because it might be his brother. We might have signed his brother." I don't know. I said, "This is Leo. It's Messi. It's the greatest player." كنت معكم أنا نور من قناة كيتزال. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة. كل الحب لكم، دمتم في رعاية الله وحفظه.